ما الناس طول عمرها بتتجوز وتتخاصم وتتصالح، والست تغضب والراجل يزعق، وفي الاخر بيرجعوا لبعض وبيكملوا حياتهم وبيعيشوا. لا عمرنا سمعنا ان هم راحوا المتخصص، ولا عمرنا سمعنا حاجة اسمها استشارات زوجية ولا كوتشنج ولا معرفش ايه. كلام كتير بنسمعه من هذا النوع، وليكم حق تتساءلوا وليكم حق تستغربوا. وكتير بيسألني لازمتها ايه ان انا اروح لحد متخصص؟ يعني هو هيبقى عارف اكتر مني او عارف حياتي اكتر مني؟ الحقيقة ان حصل متغيرات كتير قوي، زي ما اي حاجة بتتطور في الحياة. ما بقاش فيه العم والخال والجد والجدة والعيلة الجذرية اللي فيها ناس كتير بيتجمعوا وياخدوا من خبرات بعض ومن حكمة بعض. ما بقاش فيه كبير العيلة ولا حكيم العيلة، مش علشان احنا بقينا وحشين، ولكن لان ظروف الحياة ومشاغلها بقت اكتر من كتير من زمان، فما بقاش ده موجود. كمان بقى في حاجة مهمة، بقى في سهولة جدا في عرض الآراء والمتغيرات ووجهات النظر اللي كتير منها صح وبرضو كتير منها غلط. بقينا بنسمع حاجات غريبة، وبقينا بنسمع نصايح عجيبة، اللي منها صح واللي منها بيقولها متخصص واللي بيقولها واحد بيفتي. يعني كل شيء موجود ومتاح وسهل. كمان زي ما عرض المعلومات ووجهات النظر المختلفة بقى سهل، الغلط بقى سهل. وجود الواتساب والفيسبوك والماسنجر والمش عارف ايه وايه وايه، وكتير من البلاتفورم اللي بتساعد على سهولة التواصل سواء صح او غلط. كل المتغيرات دي خلت ان في ضرورة ان احنا نفهم اكتر، نستوعب اكتر، نفهم بعض ونفهم نفسنا بطريقة شبه علمية، واللي ما كانتش ضرورة في الأول. كمان بقى من الضرورات إن احنا نلجأ لمتخصص فاهم الأمور دي وقاري فيها ودارسها، ويكون كمان بيلعب دور الحكيم بتاع العيلة. محتاجين حد متخصص وموضوعي يسمعنا احنا الاتنين، أو يسمع حد فينا من غير ما يبقى متأثر بأي أحكام عاطفية، لأنه تبع ده أو تبع دي. وعلشان كده بقينا محتاجين جدا لاستشاري أسري أو كوتش علاقات أو كل الأسماء اللي احنا بنسمع عنها دي. اختاروا بس الإنسان الصح اللي دارس صح. لو ليكم رأي تاني ياريت تكتبولي في الكومنتات، خلينا نتناقش ونسمع وجهات النظر المختلفة.